بيقولوا الفضول ساعات بيقتل صاحبه، بس اللي حصل لي بسبب فضولي شيء مرعب جدا. انا اسماء، عندي 19 سنة، في سنة تانية كلية. كليتي في المدينة بس انا عايشة في قرية نوعا ما بدائية، يعني الشوارع عندنا ما فيهاش أعمدة نور، بنعتمد على ضوء المصابيح، وبالليل في الغالب كله بيطفي المصابيح علشان يوفروا الكهرباء، فالشوارع بتبقى ضلمة ومخيفة وساكتة تماما. كنت متعودة أطلع فوق سطح بيتنا بالليل عشان أذاكر في هدوء، لأن اخواتي الصغيرين على طول بيعملوا دوشة وما بعرفش أذاكر منهم. وفي ليلة من الليالي طلعت سطح البيت، كان معتاد عشان أذاكر، وكان معايا كشاف منورة بيه. كانت الساعة حوالي 12 بالليل، قعدت أذاكر، الوقت أخدني، فضلت قاعدة لحد الساعة 2 الصبح. وفجأة وأنا قاعدة أذاكر سمعت صوت طبل وزغاريط كأنه فرح. استغربت جدا، قلت مين بيعمل فرح بالليل كده؟ مش من عوايد القرية عندنا. بس صوت الطبل اللي كان غريب شوية، بس مش واضح بيغنوا بيقولوا ايه، كأنه جاي من البيت اللي جنبنا بالظبط. فضولي خلاني اروح ابص اشوف فيه ايه، مع ان اصلا الدنيا كانت ضلمة جدا. ورحت عند مصدر الصوت، بس فجأة الصوت سكت تماما، بس لمحت ظل شخص طويل واقف على سطح البيت اللي قصادنا. كان ثابت ما بيتحركش حتى بحركة تلقائية عشان اشوف مين ده. بس وقتها اتحرك بسرعة شديدة جدا. وقتها قلبي اتقبض وجسمي اشعر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واخدت ديلي في اسناني ونزلت جري من فوق السطح. ولما نزلت لقيت امي صاحية، قالت لي مالك يا اسماء، وشك مخطوف كده ليه؟ حكيت لها على اللي حصل لي، وسألتها لو كانت سمعت صوت الفرح والخبط الجامد اللي كان هناك، وقالت لي فرح بالليل كده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دول اكيد اللهم احفظنا. يا بنتي مش قلتلك ما تطلعيش بالليل تاني؟ قلتلها ما انا ما بعرفش اذاكر من اخواتي. وبعدين سألتني، قالت لي هو اللي شفتيه ده في انهي بيت؟ البيت اللي جنبينا بالظبط. وبعدين قالت لي يا بنت انتي ما تعرفيش ان ده بيت الحاج سرحان؟ لما امي قالت لي كده وقتها الدم نشف في عروقي، لاني اتاكدت اللي سمعته وشفته ده مش بشر. كنت واقفه في الاوضه لوحدي في الضلمه، وفجاه حسيت بنفخ هوا دافي جاي من ورايا، وصوت بيهمس في وداني. اتلفت اشوف مين، لقيته الظل الاسود. بس صحيت من النوم مخضوضة وفضلت استعيذ بالله، وقريت آية الكرسي. وهو من وقتها وانا بيحصل لي حاجات غريبة. بقيت كل ما ابص في المراية اسمع صوت في عقلي بيقولي انتي حلوة قوي، جسمك حلو قوي، كأن حد بيتغزل فيا بطريقة جريئة. وساعات وانا نايمة كنت بحس كأني في حد نايم جنبي وبيحضني. ولما كنت بسأل اختي انتي نمتي جنبي بالليل، كانت تقولي لا، وكنت بتخض اكتر. ولما حكيت لامي اللي بيحصل لي صوتت وقالت يا لهوي البنت اتلبست، ده اللي انا كنت خايفة منه. وقالت لي لازم توديني الشيخ يرقيني، ادي اخرة سهرك فوق السطح بالليل. وفعلا ودتني الشيخ، حكيت له على كل حاجة حصلت لي. قال لي انتي غلطانة، لما سمعتي صوت الطبل الغريب بالليل والزغاريط ما كنتيش رحتي بصيتي، كده اتكشف عنك الحجاب، واللي شفتيه ده جن، وللأسف عاشق. وقال لي انا هرقيكي، بس انتي لازم تداومي على قراءة الرؤية الشرعية لمدة 40 يوم متواصلة لحد ما يحل عنك، وما تنسيش المواظبة على الصلاة. وفعلا عملت زي ما الشيخ قال لي، وبمرور الايام اتحسنت الحمد لله، وما بقيتش اشوف كوابيس،
ولا بقى بيحصل لي الحاجات الغريبة. بعدها جت فترة الامتحانات وانشغلت في المذاكرة وما بقاش عندي وقت اقرا الرؤية الشرعية، وللأسف اهملت الموضوع. وفي ليلة كنت نايمة فجأة حسيت بإيد بتشد شعري جامد. خفت جدا ليكون الجن العاشق رجع لي تاني. قلت لازم ارجع اواصل على قراءة الاذكار والرؤية، بس كل ما كنت ببدأ في قرايته كنت بحس بنعاس شديد، وفعلا كنت بنام وما بكملش اللي انا بعمله، وبعدها بنشغل بامور تانية وبنسى ان انا اصلا اقراهم تاني. ومع اهمال لقراءة الرؤية بقيت اشوف كوابيس مرعبة ومخيفة. كنت بحلم ان في بيت الجيران والظل الاسود واقف بعيد بيراقبني. بعدها كنت بلاقي نفسي لوحدي في المقابر وحواليا صوت قطط بتزوم. قمت مفزوعة جامد، ومن بعدها حالتي اتدهورت جامد. كنت كأني في غيبوبة مش دريانة باللي حواليا. شعري بقى بيقع بشكل غريب، وما كنتش باكل الا بالعافية، وبفضل اعيط طول الليل. شكلي بقى غريب وخسيت جامد. اهلي سألوا على كل شيوخ القرية ومحدش عارف يعالجني، لحد ما واحدة قريبتنا شارت على امي توديني الراجل بيفهم في الامور الروحانيات، دجال يعني. قالت لامي انتي جربتي الشيوخ وما جابوش فايدة، وبنتك كده هتضيع منك. امي من يأسها اقتنعت بكلامها واخدتني فعلا عند الراجل، وحكيت له كل اللي حصل لي من اول سماعي للطبول والجن العاشق. الراجل جاب كوباية مية وقرا عليها كلام غريب مش مفهوم وقال لي اشربيها. شربتها. بعد كده قال لي غمضي عينيكي وحط ايده على راسي وفضل يقول كلام غريب. وبعد كده قال لي لامي لازم تتجوز وفي اسرع وقت، لان طول ما هي مش متجوزة بيفضل مشغول بيها. ورحنا البيت وامي نفذت كل كلمة قالها الدجال وقصت لي شعري. محدش بقى بيتقدم لي بسبب حالتي، كل البلد عرفوا اني ملبوسة. بس افتكرت ان ابن خالتي كان هيموت ويتجوزني، وياما اتقدم بس اهلي رفضوا. وبعدين رحت عرضت عليه انه يتجوزني، وهو رغم حالتي الغريبة انه موافق لانه بيحبني جدا. وبعد ما اتجوزت حالتي اتحسنت الحمد لله، وما بقاش بيحصل لي حاجة. والقصة دي حقيقية، فهل تصدق أم لا تصدق؟